أوقات كتير الإنسان بيفكر إن العلم يقدر يتحكم في كل حاجة، حتى في أسرار الطبيعة اللي ربنا خلقها من ملايين السنين. بس الحقيقة إن في حاجات لما نرجعها للحياة ممكن هي اللي تخلص علينا مهما كان التطور اللي بنعيشه. والسؤال هنا، هل الإنسان هيفضل سيد الكوكب ولا الملوك الحقيقيين رجعوا ياخدوا مكانهم؟ جوراسيك وورلد ريبيرث 2025، فيلم أكشن مغامرة خيال علمي مليان تشويق وإثارة. الفيلم من إخراج ريس إدواردز ومن بطولة سكارليت جونهانسون وماهر شلعلي. تبدأ حكايتنا يا صديقي في غابات الأمازون المهجورة، فرقة استكشافية بيدوروا على أسرار كده عمرها ملايين السنين، وفي نفس الوقت في معامل سرية تحاول تعمل ديناصورات مهجنة تقدر تعيش وسط البشر بأمان، ديناصورات ولف كده يعني. لكن اللي محدش كان متوقعه إنهم يرجعوا الديناصورات أذكى وأخطر من أي حاجة شافها الإنسان قبل كده. ومن هنا الدنيا بتتقلب، الديناصورات المهجنة تظهر زي الديركس المهجن اللي شكله مرعب كأنه خارج من فيلم فضائي، والرعب بيزيد لما نلاقيهم بيتحركوا جوه المدن وسط الناس وبيبدأوا يسيطروا على كل حاجة حواليهم، لدرجة إن نيويورك نفسها تتحول لساحة معركة. وكمان بيطلع ديناصورات نادرة زي الأكولابس والتيناسورس، واللي معمول لهم مجسمات حقيقية مش بس جرافيك. واللي هيعجبك أكتر يا صديقي إن الفيلم مش بيعيد نفس حكايات أجزاء اللي فاتت، لا ده بيبدأ قصة جديدة تماما فيها مفاجآت محدش متوقعها. الفيلم هيحسسك بتوتر وخوف وحماس علشان مليان لحظات بتقلب فجأة رعب أو مطاردات. في الآخر الفيلم يسيبك قدام سؤال مرعب، هو الإنسان لسه سيد الكوكب ولا خلاص الملوك الحقيقيين رجعوا ياخدوا مكانهم؟ ولو وصلت لغاية هنا يا صديقي ما تنساش تعمل لنا متابعة عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير وقول لنا في الكومنتات إيه رأيك في الفيلم، وسلام.